رئيس الشرطة بيكون عامل اجتماع وبيكون متعصب عشان العصابة قدرت تسرق 50 مليون دولار، ووصلوا لبيانات أشخاص تانيين حساباتهم فيها 10 مليار دولار. المهم الشرطة بتقول لهم في شخص محترف ويقدر يساعدنا في القضية دي، وبيكون معترض وبيعرفهم إن العصر ده ذكاء اصطناعي وصعب يقدر يساعدهم، ولكن الرئيس بيوافق وبيقول لهم استعدوا، وبنعرف إنه كان شغال في الشرطة وتقاعد. وبيظهر معانا شرطية اسمها تشو، بيكونوا بيراقبوا شخص اسمه وينج، وبيظهر وهو عايش حياته ونسى موضوع الشرطة، وبيكونوا جمعوا عنه معلومات، وبنعرف انه تقاعد بسبب موت صاحبه. وبتكون تشو قاعدة في مطعم وبتكلم صاحبها، وبيكون وينج موجود في نفس المطعم وبتكون لسه بتراقبه، لكن هو بيكون ملاحظ وبيروح ليها وهي بتقوله انت مين، وطبعا مش عاوزاه ياخد باله، لكن هو بيشرح لها كل التفاصيل وكل اوقات اللي هي كانت بتراقبه فيها، وبتتصدم بكل التفاصيل دي وانه عرف كل ده. وبنكتشف انه يعرف تشو ان هي بنت صاحبه اللي مات وتقاعد بسببه، وتشو بتكون عارفاه وبتقوله انت ما شفتنيش من وانا عندي 8 سنين. وتشو فعلا بتاخد وينج وبتروح لمقر الشرطة، وفعلا بيقابل كل المسؤولين في المكان وبيفتحوا ليه كاميرات اللي كانت شغالة وقت السرقة. ووينج بيحدد في دقايق معينة بعد ما بيشوف الكاميرات، وكل المسؤولين بيكونوا واقفين مش عارفين هو بيعمل ايه، ولكن هو في لحظة بيحدد على كل أفراد العصابة، وإن كل واحد فيهم ظهر وهو بيشوف الكاميرات وهو داخل المكان، وهم بيكونوا منبهرين بيه. وبنروح لمقر العصابة، والعجوز بيكون وصل وبيضرب شن وبيقوله بسببك كان هيتقبض علينا بسبب طول الوقت وتغيير الخطة على مزاجك. وبيكون متعصب بسبب ان في بنت صورته في المكان لو تفتكر، وده اول مرة حد يشوفه في عملية سرقة. وبيكون قلقان وهيخلص على سيمون فعلا، لكن بيحاولوا يمنعوه وبيهدوه وبيعرفوه ان الفلوس اللي خدوها هتعيشهم بقى حياتهم مرتاحين. وبنرجع لمقر الشرطة وبنشوف وينج بيكون بيساعد الشرطة في التعرف على افراد العصابة من خلال الكاميرات اللي كانت رصداهم، وبيكون بدأ يسمي كل فرد منهم باسمه مستعار عشان يعرفوا شكل كل شخص فيهم بالاسم ده. وبيكونوا فعلا اتعرفوا على العصابة كلها ما عدا رئيس العصابة اللي هو الراجل العجوز. المهم وينج